هذا الرجل كان ينكر وجود أمة جزائرية بالمرة. إنه أحد الوجوه التي كانت تمثل الجزائر الحقيقية التي تضامن معها العرب والمسلمون، قبل أن تنغمس في المعسكر الشرقي وتدمر نفسها وتزرع المشكلات مع جيرانها. الرجل هو عباس فرحات أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. فرحات مناضل جزائري ورئيس أول حكومة جزائرية، الحكومة المؤقتة. من يشاهد هكذا مقاطع باستغراب، فأحب أن أقول له إنه يوجد مقاطع أخرى توضح أن المغرب كان بلداً للمقاومين الجزائريين. وها هي السعودية نفسها التي كانت قد أسمت موسم حج عام 1957 باسم حج الجزائر، تضامناً مع الشعب في المذابح التي كان يتعرض لها. وبعد استقلال الجزائر أقامت الاحتفالات والأفراح